راكنين الجبنة في التلاجة لحد ما نشفت ومش عايزين ياكلوها. انا بقى هخليهم ياكلوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. صباحكم فل وياسمين ورضا من رب العالمين. الجبنة بقى اللي هم سايبينها في التلاجة ومش عايزين ياكلوها، بس يا بطل احنا بقى هنأكلها لهم، هنعملها لهم في معجنات تحفة هتعجبهم جدا ان شاء الله، هيتخانقوا عليها. سامحوني يا جماعة، بطوط مفرهدني، مش قادرة اتكلم منه. المهم هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم. انا جبت قطعه خميره قد عين الجمل كده، قطعه خميره قد عين الجمل، بس بطوط قد عين الجمل، وحطيت عليها كوبايه الا ربع. هنبدا بقى من الاول، معلش اصل بطوط بيلم السجاد تقريبا هينفض ويمسح. انا جبت قطعه خميره قد عين الجمل كده، وجبت كوبايه الا ربع من الحليب الدافي، وجبت معلقه سكر كبيره، وقلبتهم في بعضهم لحد الخميره ما دابت معايا، وغطيتها ركنتها 10 دقايق كده لحد ما تتفاعل معايا. لو ما عندكيش خميره بيره يبقى معلقه خميره فوريه كبيره. بعد كده بقى هتجيبي حته جبنه عندك مركونه في التلاجة، محدش عايز ياكل اي نوع جبنه عندك. انا عندي حته جبنه قريش، جبنه قريش فيتا اسطنبولي بالشرش بتاعها. لو قريش تاخديها بالشرش اللي هي فيه. الشرش ده لما بتعجن بيه برضو بيدي نتيجه جميله جدا ان شاء الله في المعجنات. وبعد كده نحط نص كوبايه من الزيت ومعلقه سكر كبيره، وندوب الخليط في بعضه وننزل عليه بنص كيلو من الدقيق. ان شاء الله هو المقدار ده على نص كيلو دقيق هيبقى مظبوط ان شاء الله. لو احتاجت منك دقيق ممكن تزودي شويه دقيق، مفيش اي مشكله. احتاجت شويه حليب ماشي اوكي، مفيش برضو مشكله. المهم ان يتكون معاكي في الاخر عجينه طريه ومش ملزقه. تعجنيها عجنه كويسه كده عشان تديكي نتيجه حلوه ان شاء الله في المعجنات بتاعتنا. وبالشكل ده نبقى اكلناهم الجبنه اللي هم رافضينها وسايبينها مركونه في التلاجة ومش عايزين ياكلوها، اكلناها لهم وخليناهم كمان يتخانقوا عليها. وطبعا هتبقى قرصه مغذيه جدا لان فيها حليب وفيها جبنه قريش، يعني فيها حاجات مغذيه ان شاء الله. احنا عجناها بقى دلوقتي وبقت جميله زي ما انتم شايفين كده وطريه، بس مش ملزقه وسايبه من ايدينا خالص. نركنها بقى لما تخمر، نعيدها نص ساعه، ساعه الا ربع، على حسب الدفا اللي عندك في المكان، لحد ما تلاقي حجمها الضعف. بعد بقى ما سيبناها تخمر زي ما انت شايفه كده، العجينه طريه في منتهى الجمال. ولو الجو عندك بارد وما بيساعدش على التخمير، ممكن تغلي حلة مية او تحطيها في الفرن وتحطي العجينة معاها. العجينة معاها هتخمر في الفرن مع سخونية او مع البخار بتاع المية السخنة، هتخمر على طول وتبقى جميلة بإذن الله. احنا بقى ناخد العجينة بتاعتنا دلوقتي ونقسمها. قسميها بقى زي ما انت عايزة، تعمليها قرصة كبيرة قرصة صغيرة على حسب المقاس اللي انت عايزاه. نقطعها ونرصها في الصاج. برضو مفيش فايدة، مش عايز يسكت. بس يا بطوط لو سمحت قطعيها بقى على حسب المقاس اللي انت عايزاه. انا عملتها قرص متوسطه كده، انت بقى عايزه تعمليها اكبر من كده تعمليها على قرصتين 3 على 4 قرص، تمام مفيش اي مشكله، الحجم اللي انت عايزاه. بعد كده هنقطعها بقى زي ما انت شايفه كده ونرصها في الصينيه بتاعتنا او في الصاج، وزي ما انت شايفه معانا كده بالظبط. القرص دي هتبقى جميله جدا ومغذيه جدا ان شاء الله، لان فيها الحليب وفيها الجبنه القريش. الجبنه القريش دي برضو حاجه مغذيه جدا، والشرش بتاع الجبنه كمان في العجين بيدي نتيجه جميله باذن الله. بعد كده بقى رصيناها في الصينيه وهنغطيها تاني ونسيبها كمان نص ساعه كده، نص ساعه لحد حجمها ما يتضاعف معانا زي ما انتوا شايفين كده. حجمها اتضاعف معانا. هجيب بقى اي حاجه اعمل بيها دايره كده في النص، اي حاجه عندك، اي بوله اي كوبايه، مفيش اي مشكله. ادهنيها زيت وانزلي بيها على العجينه، بس ما تدوسيش قوي عشان العجينه برضو ما تهبطش منك من النص جامد او ما تنشفش منك، بس تكه صغيره كده على الحروف تعمل تجويف بسيط كده. زي ما انت شايفه كده عملنا تجويف بسيط في وسط العجين كله. ممكن بطبقه زي كده مدور نروح عاملين، بس تدهنيه زيت، وممكن كوبايه عاديه خالص بس برضو ندهنها زيت عشان ما تلزقش في العجين، ونديها تكه صغيره كده في نص العجين. بعد كده بقى بما ان البيض غالي فحرام ان احنا نكسر بيضه عشان خاطر ندهن بيها وش العجينه، فرحت جايبه معلقه لبن كده من التلاجة، ورحت حاطه عليها رشه قرفه، ورحت دهنه نص التجويف اللي انا عاملاه او قلب التجويف او قلب العجينه اللي انا عاملاه. حطيت سمسم وحبه البركه، وطبعا ده اختياري، عايزه تحطي سمسم وحبه البركه حطي، مش عايزه بلاش.
دخلتها بقى الفرن على درجة حرارة 200. خدت لها يجي تلت ساعة كده في الرف الوسطاني، ومشغلة الفرن من تحت بس. اول ما خرجت من الفرن معايا رحت مغطياه. انا بحب اغطي المعجنات اول ما تطلع من الفرن عشان ما تنشفش وتبقى تحافظ على الرطوبة بتاعتها وتبقى جميلة كده ان شاء الله. زي ما انت شايفة القرصة بتاعتنا مستوية ومن فوق ومن تحت، وقرصة جميلة وطعمها جميل ومغذية وزي الفل. وانا طبعا ما حطيتش ملح في العجينه، لان طبعا الجبنه معانا محياه العجينه، اوعي تنسي وتحطي لها ملح عشان ما تبقاش حادقه معاكي. انا حطيت لها نص كوبايه من الزيت وكوبايه الا ربع من الحليب، ومعلقه سكر كبيره. هو ده كل اللي حطيته مع شويه الشرش وحته الجبنه القريش اللي كانت عندي في التلاجة. القرصه دي بقى تاكليها باي حاجه، يعني ممكن تاكليها زي ما انت شايفه كده بالحشوات اللي انا حاطه لها. انا حاطه نص محشي جبن ونص فاضي. الفاضي ده ممكن تشربي بيه شاي بحليب او شاي بس ساده. ممكن تحطي فيها حته مربى في النص كده، ممكن تحطي فيها حته شوكولاته، حته نوتيلا، اي حاجه يعني، هي ماشيه حلو وحادق كمان. والجبن دي بقى اي بواقي عندك في التلاجة، حته زيتون، قرن فلفل حامي، حته لانشون، حته جبنه، بتحطيها برضو وتحشيها فيها. بس على فكره طعمها تحفه، كانها بيتزا بالظبط. وزي ما انت شايفه شكلها جميل قد ايه، وطعمها اجمل واجمل ان شاء الله. لما تدوقيها هتعجبك باذن الله. طبعا بقى اللي يفيد معاكي تروحي حاطاه في علبه وحطاه في التلاجة، او تحطيه في الفريزر عشان ما تنشفش معاكي. وبالشكل ده نبقى اكلناهم الجبنه الناشفه في التلاجة. اللي مش عايزين ياكلوها اكلناها لهم وخليناهم كمان يتخانقوا عليها. يلا بقى لو عندك حته جبنه في التلاجة محدش عايز ياكلها، جربي الوصفه. ما تنسيش لو عجبتك تدخلي قناتي تعملي لنا لايك وتعملي لنا اشتراك.